عليكم، كنتمنىكم تكونوا في أحسن الأحوال. نتوما كتشاهدوا معايا وصفة اليوم اللي هي بقلاوة وغنية عن التعريف اللي حضرتها اليوم معكم باللوز والكاوكاو. سبق لي حضرتها لكم في القناة عندي غير بالكاوكاو والجلجلان. كتجي صراحة مغايرة في المذاق، رائعة، كنتمنى تجربوها، كتستحق التجربة، كتجي زوينة. بالنسبة للمقادير كنعتذر لأن المقطع اللي عندي فيه الطريقة ديال التفساخ ديال اللوز، وحمرت كاوكاو فسخت اللوز ومن بعد قليته وطحنته سكر سنيدة. غنخلي لكم المقادير كاملة والطريقة في صندوق الوصف بالضبط، شحال درت ديال اللوز ولا الكاوكاو وشحال ديال معلقة ديال القرفة وما زهر والسكر سنيدة باش جمعت هاد العجينات ديال اللوز والكاوكاو. وكنعتذر مرة أخرى لأن المقطع ملي كنت كندير المونتاج تمسح ليا، كنت كنقص بعض الفيديوهات وتمسح لي. هنا كيف ما كتشوفوا كندير هنا دايره جوج ورقات ديال الورقه ديال الفيلو، ممكن تخدموا حتى بالورقه ديال البسطيله، صراحه كتجي زوينه، حتى هي كتجي زوينه هكا سميتو البريوات هكا هاد البقلاوه كتجي زوينه بحال هكا. هنا راني كنت كنجمع انا والاخت ديالي، صراحه قالت لي واش ما غاديش تكملي حتى الاخر، يعني تبقى ترولي. قلت لها لا، أنا ما بغيتش دير ورقه اكثر، يعني حاولت ان تجي العقده، تجيني العقده قد الورقه، يعني ما تجيش الورقه غالبه على العقده. صافي غنبقى مكمله بنفس الطريقه، وصراحه سهله دغيا كتوجد، ما كتاخذش وقت نهائيا. بالنسبة للوز خديت أنا، نحاول نذكر معكم هنايا واخا غنخلي لكم في صندوق الوصف. درت نص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الكاوكاو اللي اللوز فسختو كما ذكرت معكم وخليته ليله كامله حتى نشف، وقليته في الزيت وخليته يستقطر، وحمرت الكاوكاو وحيدت له القشر ديالو وطحنته هو واللوز مع سكر سنيده، وضفت له القرفه والزبده مذوبه وما زهر باش جمعت هاد العقده ديال اللوز والكاوكاو. صافي حاجه سهله وبسيطه صراحه في متناول الجميع، وكتوجد بسرعه وكتجي زوينه صراحه. انا حضرتها مع الحلويات ديال العيد، كتعجبني صراحه، كتجي زوينه. هنا خديت الورقه ديال الفيلو كيف ما كتشوفوا معايا، جوج واحد اخرين، ممكن ديروا ورقه واحده. انا سبق لي حضرتها غير بورقه واحده، ولكن كنكمل الطويه حتى الاخر. صافي هنا كندهنها بشويه ديال الزبده مذوبه، ضروري ندهنوها بشويه ديال الزبده مذوبه. وهنا كنبدا كيف ما كتشوفوا. صافي هنا بديت كنكمل العقده، كل مره كناخذ جوج ورقات ديال الفيلو كندير فيهم العقده وكنطوي. ممكن اللي بغى تجي الورقه غالبه على العقده يكمل يعني الطويه حتى الاخر. انا كندير غير النص لان عندي جوج ورقات، بغيت تجيني قد العقده قد الورقه. صافي غادي نكمل كامله كيف ما شفتوا، ساهله ما كتاخذش وقت نهائيا. صافي هنا غنحاول انني نجيبها مقاده في التقطاع، غادي نقطعها وغادي ندهنها بالزبده وغندخلها للفران. الا كان عندكم ديال الغاز ممكن طيبوها على عافيه مهيله، ولا كان ديال الضوء على 180 درجه. من بعد ما كطيب كنشعلها في ديال الضوء، من بعد ما كطيب من التحت كتبان لينا ديك الحموريه مذهبه مع الجناب، كنشعلوا ليها من الفوق. صافي وكنخرجوها وكنسقيوها بالعسل، كنقدموها بالصحه والراحه. صراحه كتجي زوينه وكتستحق التجربه، كنتمنى تجربوها، سهله. صافي دابا غادي نكملها بالتقطاع وغادي ندهنها كما ذكرت معكم بالزبده وندخلها للفرن ونتلاقاو.
هذا هو الشكل ديالها ملي كنخرجوها من الفران من بعد ما كطيب. كيف كما كتشوفوا كيجي اللون ديالها مذهب. هنا في هذه اللحظه وهي سخونه والعسل بارده، ضروري تكون العسل بارده، كنسقيها باش كتشرب. ملي كنشبعها عسل كيف كنقولوا، غادي نردها للفران وهو مطفي باش كتشرب ديك العسل مزيان. كتشربها مزيان ديك العسل صافي. من بعد كنجبدوها وكنحتفظوا بها وبصحه والراحه. ندوزو باش نزينوها من بعد ما تشرب لينا العسل. صافي هنا من بعد ما دخلتها الفران رديتها الفران هو مطفي عليها، شربت مزيان ديك العسل، خرجتها وزوقتها باللوز ايفيلي اللي حمرته شويه ما خليتوش خضر، حمرته شويه. كنتمنى وصفه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. في وصفه قادمه ان شاء الله.